الانتفاخ والغازات في رمضان سببه إيه؟ الغريب في رمضان إن في ناس بتفطر على أكل بسيط ومع ذلك بتحس إن بطنها منفوخة وفي تقل ومش مرتاح، وساعتها الواحد بيستغرب هو ده رد فعل طبيعي ولا الجسم بيبعت رسالة؟ الحقيقة إن اللي بيحصل مش ليه علاقة بالصيام نفسه ولا بضعف المعدة ولا مشكلة مفاجئة. اللي بيحصل إن الجهاز الهضمي بيتصدم مش من نوع الأكل ولكن من طريقة دخوله ومن سرعته وتكدسه مرة واحدة بعد ساعات هدوء طويلة. فالانتفاخ هنا مش مشكلة في الجسم، ده نتيجة تعامل غلط مع الجسم بعد الأذان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الحديث هنا مش بيهاجم الأكل ولا بيمنع الاستمتاع، لكن بيحط قاعدة ذهبية إن الامتلاء الزايد أول طريق التعب. وفي رمضان المعدة بتكون خارجة من ساعات هدوء، وأي تحميل مفاجئ أو كمية كبيرة بتقلب الراحة لضيق والهدوء لانتفاخ. طيب يعني إيه انتفاخ؟ الانتفاخ مش دهون ومش زيادة وزن مفاجأة. الانتفاخ حالة مؤقتة بتحصل لما الهضم ما ياخدش فرصته الكاملة، بمعنى إن الأكل يدخل ولكن الجهاز الهضمي يتعامل معاه بعجلة أو تحت ضغط، فيتكون هواء محبوس داخل الأمعاء. ساعتها البطن تحسها منفوخة وتقيلة ومشدودة حتى لو الوزن نفسه مزادش. الانتفاخ هنا مش تخزين، ده سوء إدارة لعملية الهضم، وبيختفي أول ما الأكل ما يتهضم بهدوء وتتحرك الأمعاء بشكل طبيعي. أسباب الانتفاخ والغازات في رمضان: رقم 1: الأكل بسرعة بعد الصيام من غير مضغ كفاية. رقم 2: خلط أكلات تقيلة مع بعضها في وجبة واحدة. رقم 3: السكريات والعصاير بدري فتتخمر سريع في المعدة. رقم 4: المقليات اللي بتبطئ الهضم. رقم 5: المشروبات الغازية اللي بتدخل هواء زيادة. رقم 6: النوم أو الكسل بعد الفطار مباشرة من غير أي حركة. طيب هو ليه الانتفاخ بيزيد بعد الفطار؟ بعد ساعات الصيام الطويلة الجهاز الهضمي بيكون في وضع هدوء وتنظيم، مش كسول ولا ضعيف، لكنه مش مستعد لاستقبال حمل مفاجئ. أول ما بيدخل أكل كتير أو تقيل مرة واحدة الهضم بيتلخبط فيشتغل أبطأ من الطبيعي، ومع البطء ده الأكل بيفضل فترة أطول داخل المعدة والأمعاء فيبدأ يحصل له تخمر، ومع التخمر تتكون الغازات فيطلع إحساس الانتفاخ. المشكلة هنا مش في الصيام، المشكلة في إن الجسم اتنقل فجأة من الهدوء للضغط. إزاي تقلل الانتفاخ؟ اعتبر جهازك الهضمي بعد الصيام زي موتور كان واقف محتاج تشغيل تدريجي مش دفعة واحدة. ابدأ فطارك بهدوء عشان تدي المعدة فرصة تبدأ شغلها من غير استعجال، وسيب فاصل بسيط قبل الوجبة الرئيسية عشان الإشارات توصل صح. ما تجمعش كل الأصناف مرة واحدة في الأكل لأن الزحمة بتلخبط الهضم، وامضغ كويس لأن أول خطوة في الهضم بتبدأ من الفم. وابعد عن المشروبات الغازية اللي بتدخل هواء زيادة في المعدة. المشروبات المهدئة زي اليانسون أو النعناع هتساعد الأمعاء وتهديها، وحركة خفيفة بعد الفطار هتشجع الهضم وتمنع الأكل يقعد ويتخمر. الخلاصة: اللي بيعمل غازات مش الصيام، اللي بيعمل غازات هو الاستعجال، ورمضان فرصة نعلم فيها جسمنا الهدوء مش التخمة. استنوني في حلقة جديدة من برنامج صيامك صح، ودلوقتي أسيبكم مع النظام الغذائي لليوم السابع. سلام عليكم.